عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعملوا مع بعضنا بسيسة للصغار وللكبار زادا ابارتير من 6 موا. بسيسة باهية وسهلة وبنينة حاسيلو. اما خير نعملوا حاجة وحدنا في الدار بنظافة وبرتابة، والا نمشوا نشرب بسيسة حاضرة. سرتو توا المرات كثرت والصغيرات ما يحملوش معناها، سرتو اللي عندها الرضع معناها ما عندهمش مناعة كبيرة. دونك ماذا بينا كل شيء نعملوه في الدار على عينينا. هاي نتعدوا مع بعضنا نشوف شنو المقادير وكيفاش طريقة التحضير. باش نعملوا البسيسة للصغار نستحقوا كيلو قمح، رطل كتانية، رطل عدس اصفر، ورطل حمص. وباش نحو مشكلة الغاز خاطر هي البسيسة باهية برشا وفيها برشا منافع، فيها حديد وفيتامين وتغذي بالباهي وتشبع زادة. اما مشكلتها تعمل الغاز شوي للصغار بحكم فيها الحمص وكل. دونك نعملوا معاها شوية بسباس، مش باش نعمل الكل هذا، باش نعمل 50 غرام بسباس و50 غرام حبة حلاوة. باش نزيدو زاد شوية حلبة خاطر الحلبة فيها برشا منافع معناه. بالنسبة للحلوى باش نعمل شوية برك حكاية 15 غرام 20 غرام ماكس معناه، خاطر باش ما تبدلش المطعم متاع البسيسة ويولي الصغير متقلق وما يتقبلهاش. باهي حاسيلو نحضر المكونات هذيا كليكا ونرجع لكم. باي باي. هذايا القمح نظفته بالباهي وتوا باش نغسله بالماء، نظفه بالباهي ونغسله ومن بعد باش نحطها في الشمس يشيح ونكملوا مع بعضنا المكونات الاخرين. هذايا الحمص نظيف توا باش نسخنه على الغاز والا على الفور. انا معناها نحب نعمل في المقله نتاع الكريب والا حاجه في الغاز خير باش يجي كلهم معناها طيبين بنفس شو نخلي نحركهم وكل. نشوفها خير من الفور معناها. وانتم عادي كيما ما مستانسين تعملوا كيما تحبوا تعملوا معناها. بون حطيتها هكا، النار مش عالية برشا ومش خفيفة برشا، نار متوسطة، ونبقى نحرك فيه بشوي بشوي باش ما يتحركش يبدا يسيب كله بنفس الطريقة. بون باش نحضر هدايا لي طون اللي يشيح لي القمح اللي حاطتها في الشمس باش يشيح. دونك توا نمشي ننظف العدس وحبة الحلاوة والبسباس. الكتانية ما تستحقش تنظيف، حاسيلو بالمكون نعملوهم الكل سهلة 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 على الاخر. البسيسة هذه للصغار وللكبار زاده. بون بعد ما كملنا الحمص تعدينا العدس نحاولوا ما نغفلوش عليه خاطر فيس عمل يتعرش فيس على الكولير نتاعو ما يتبدل خاطر خفيف مش كيما الحمص والمكونات الاخرى. كملوا الكميه الكل، ما هو رطل ماهوش برشا، نجم نقسموه على زوز، ما نحطوش الكل مع بعض مره واحده معناه باش يولي باش يصيب بالتوازي، متبداش بارتي طايبه برشا وبارتي ما وصللهاش معناها. بون رجعنا معكم البنات، ما حبيش نطول عليكم الفيديو لذا كملت كل شيء ورجعت معكم. هذه الكتانية مثالش كي تولي هيك بوب كورن، هذيك صيني ان هي طابت معناها اول ما تعمل هيك شويه نطفوا عليها تولي طابت. هذه القمح كملناه وعملناه بعد ما غسلته وشيحته نظفته وحمسته. هذه العدس وهذه الحمص، هذه شويه الحلبه بريسك نص مغرفه ولا اقل حتى من نص مغرفة اكل، سخنتهم شوية في المقلة. وهذه شوية بسباس يمكن 50 غرام، هذه اقل من 50 غرام حتى حلاوة. باهي هذوما كلهم تو باش نخلطهم مع بعضهم ونهزهم للطاحونة ونرجع مع بعضنا نوريكم كيفاش باش نطيبوها بالنسبة للصغيرات اللي اقل من عام، وبالنسبة للصغار اللي اكبر من عام تتخلط نورمال. باهي نرجع مع بعضنا. تو نحطها في قطعة قماش ونهزها للطاحونة. نعرفش علاش قالي في قطعة قماش، حاسيلو والا في غلاف نتاع مخدة ولا حاجة باش ما تخرجش الغبرة ولا جسبا، حاسيلو حاجة كيف ما هيك. هذه البسيسة متاعي حاضر جبتها من الطاحونة، حاسيلو كونتيتي كيف ما هذه تشدني برشا. اني بنتي عمرها 8 شهور نعملها البسيسة كل صباح مغرفتين مع شوية ماء. حاسيلو تو نوريكم توا كيفاش نعملها بالضبط تقبلها بالباهي وصحية ومفيدة. بهذا كيس 250 مليلتر فيه نصبو في كاسرونة صغيرة هكايا ونزيدو مغرفتين بسيسة. قبل ما نحطوه في الغاز نحطو 2 مغارف كبار بسيسة معبيين ونحلوهم هكايا في الماء قبل ما نحطوهم على الغاز، ومن بعد نحطوهم على الغاز
ما نحطوش نقصه في الغاز ونعملو كيما ما نعملو الكريمه، نبقى نحركو بشويه لين تحضر معانا. ممكن الكريمه ولا تعملي في الفقاقيع هكاكا معناها راهي طابت، نطفيو عليها ونحطوها في الصحفه ذي. باهي بالنسبه للصغار قلنا ما نجموش نزيدوها السكر ولا حاجه، دونك اني عندي الرب هذايا بريسك كملنا زيت مغرفه واحده بالزهر، حاسيلو نحط مغرفه ربطه ونعملوه مع بعضنا كيفاش نعملوه في الدار، حتى هو ساهل على الاخر. احنا مانيش باش نعملو كونتيتي كبيره برشا، باش نعملو جوست حكه هذيك تشدني برشا، معناها تشد برشا. حاسيلو نزيدوها زاده نقطه زيت وشويه واحد وناكلو وصحه وبالشفاء. بالنسبه للكبار اللي اكبر من العام نورمال تتخلط بالزيت والسكر. صحة لصغيراتنا، هكا البسيسة متاعنا حضرت وياكلوها بالصحة وبالشفاء. ما بقالي توا كان نقولكم باي باي، نتقابلوا في وصفة اخرى. ما تنساوش باش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. باي باي.